السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة كده ان شاء الله قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة كده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة. هي اسمها صراحة جاتو شاتو، حاجة كده خفيفة كده وحلوة، وبإذن الله هتطلع كويسة. واحنا النهاردة هنعملها كمان في الطواجن، مش هنعملها في صينية ولا حاجة. وهنبدأ بالمكونات على طول. هنا في الكبة هنحط دي كوباية سكر، هتعايري بنفس الكوباية اللي انت هتعايري بيها كل حاجة. وهنضيف كده حبايبي كمان من نفس الكوباية لبن، وهنضرب كده حبايبي. بعد ما احنا ضربناهم هنضيف كمان نفس المج برضو او نفس الكوباية بس نص زيت. كمان هنا يا حبايبي بعد ما انا ضفت الزيت ضفت بيضتين، ادي واحدة ودي كمان واحدة، معلش سامحوني عشان بصور لوحدي. ودي كمان ذرة ملح بسيطة، ودول كمان يا حبايبي ورقتين فانيليا. كمان هنضيف معلقة خل صغيرة، وبعد كده هنضرب كويس قوي. وكده حبايبي بعد ما ضربناهم كويس هنضيفهم في طبق من بره كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده يا حلوين بعد ما ضفنا الخليط كله هنا، دي برضو نفس الكوباية دقيق، وهنضيف كمان معلقة نشا، هي مفيش غيرها معلقة واحدة في الكيس على فكرة. وهنضيف نص ورقة كيك شيف، ثانية اجيبها على فكرة عشان الكيك تطلع معاكي هشة وحلوة. انخلي الدقيق مرتين 3 كده حبايبي. بعد ما انا عملت الخليط واصبح بالشكل ده وحلو جدا وجميل، بصوا بقى خدوا بالكم بقى من الخطوة اللي انا هعملها دي. نعمل فيهم ممكن كيك تايجر، فانا هاخد كمية هنا وهخلي كمية كمان هنا يا حبايبي. الكمية اللي انا اخدتها لازم نستخدم هنا معلقة وهنا معلقة لوحديها عشان ما نبوظش الدنيا. وحطينا هنا معلقتين كاكاو، وهنقلب الخليط ده كده. بعد ما قلبت الخليط بالطريقة دي كده، شوفوا هنعمل ايه بعد كده. هنعفر الطواجن دي يا دوب تعفيرة كده بسيطة دقيق كده حبايبي. هنبدأ نضيف هنا شوية وهنا كمان شوية، وهنا كمان شوية. كده حبايبي هنبدأ نضيف برضو زي ما انتم شايفين كده. كده بعد ما خلصنا هنبدأ نعمل بالطريقة دي خلة سنان نظيفة او شيش طاووق، او العصاية بتاعت الشيش طاووق. هناخد مرة كده لبره والتانية لبره، كمان التالتة كده كده. بعد كده هناخد لجوه بالطريقة دي، والتانية نفس الطريقة. هناخد لبره ولجوه كده بالطريقة دي. هنستنى بره عليهم 10 دقايق قبل ما نخبزهم، وهندخلهم على فرن. جميلة على فكرة ولونها حلو برضو. كانش حد متخيل ان الكيكة هتطلع حلوة بالطريقة دي. بصوا طريقة ازاي في الطاجن، بصوا جميلة جدا الصراحة. بس هي بعد ما طلعت من الفرن الصراحة جربوها ويا رب تنال اعجابكم يا رب. وكده انا بقى اللي هقول لنفسي تسلم ايدك يا ام زياد، صراحة كيكة تحفة، طرية جدا وهشة وجميلة وتستاهل بقكم. واخدين بالكم؟ بصوا طرية ازاي. الف هنا وصحة على قلبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.